السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. صباحكم زي الفل وصباحكم كده معطر بذكر الله. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. بصوا انا لسه صاحية من النوم، يا دوبك ايه صليت وحالا كده وقلت اظبط الدنيا. زي ما انتم شايفين كده قمت لقيت شوية كركبة من المواعين. بس تعالوا نبدأ كده ونقول بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. لايك بقى وشير وسبسكرايب للقناة. هنا بقى ايه، قلت انضف الرخامه. بصوا الرخامه دي بالنسبه لي اول ما بتنضف بحس ان تقريبا الشقه كلها نضفت. طول ما عليها كركبه حتى لو مروقه الشقه بحس انها مش اللي هو ايه، الشقه كلها مكركبه. هحط بس شويه معقم كده. مش لاقيه الازازه التانية، محدش شافها. كل مره اسالكوا على حاجه لقيت المقص مش لاقيه ازازه المعطر. فهنعمل واحده جديده كده لحد ما نلاقي التانية. أه بصوا بقى هنا عملت ايه، حطيت شويه ميه وبحط عليها زي مثلا نقول غطيين كده من المعقم ده. اسمه ايه؟ عشان اتسالت عليه كتير وبصراحه انا مش بستخدم غيره. اسمه ديفاتول. ديفاتول في منه باللافندر، في بالتفاح، بالليمون. رايح كتير الموف ده باللافندر. الاخضر بيكون بالتفاح تقريبا، او بالتفاح، او الاصفر بالليمون. تمام كده. طبعا ايه، انا اكتر الاوقات بجيب العرض اللي هو على بعضه ده، بيكون واحده باللافندر وواحده بالتفاح. حلو جدا جدا جدا. عايزه اقول لكم كان في حد قال لي ان هو مع الوقت بيبوظ الرخام. عايزه اقول لكم الرخام ده تقريبا بكده بقاله سنتين. تمام، وما شاء الله انا يعني بعمل بيه على طول، ما بسيب يعني، مفيش تقريبا، كل يوم بعمل بيه وبعقم بيه كل الرخامات. بيدي ريحة حلوة جدا 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 للمطبخ. بيخلي المطبخ عندك دايما ريحته مميزة كده. شوفي يعني انت كأنك حاطة معطر كده في المطبخ على طول. دي اول حاجة. تاني حاجة، بستخدمه من ايام المطبخ القديم على الرخامة القديمة. يعني الرخامة القديمة كمان قعدت كام سنة. انا كنت بجيبه وهو كان لسه طالع اكياس صغيرة، ما كانش لسه طالع منه الازايز دي، كان طالع منه عروض كده اكياس صغننه. كنت بجيبه وافضيه في الازازه كده برضو واعمل بيه. تمام والله. يعني تحفه وما بيبوظش الرخام، ما تقلقيش خالص خالص على ضمانتي. لاني بستخدمه طبعا. لو انا شاكه حتى ان هو بيبوظ الرخامه مش هستخدمه كده على طول. بصوا بتحسوا ان هو بيلمع الرخامه في ثواني. بيخلي اي حاجه على الرخامه بيشيلها. من غير بقى ما تتعبي غسيل ومسح والكلام ده كله، تفضلي تغسلي بالسبونشة وترجعي تمسحي والكلام ده كله. في ثانية بتعقمي الرخامة وبتبقى ريحتها تحفة، والمطبخ كله بيبقى ريحته حلو. تمام كده، نضفنا الرخامة بتاعتنا وبقت زي الفل الحمد لله. تعالوا بقى نشوف الحوض اللي بيقولي ارحميني، بيستغيث. اهو بصوا انا هنا هنضف بس المواعين كده من اي حاجه فيها علشان نرصها في الغساله. لان هما فيهم رفيع كتير بصراحه. عارفين اللي هي ايه، المعالق والكوبايات وكركبه كده، لا نحطهم في الغساله بقى احسن يعني، اوفر للوقت. تمام كده. فهشطف بقى كل الحاجات دي الاول. الحاجات يعني اللي هحطها في الغساله بشطفها الاول شطفه حلوه كده، وبعدين برصها في الغساله. عايزه اقول لكم والله يعني، ناس هتقول طب ما تغسليهم على ايدك وتريحي دماغك. بص هو في الغساله طبعا بتاخد كميه مواعين كتير، وكمان اوفر في المسحوق. واوفر اوفر في المسحوق ازاي اذا كان المسحوق غالي؟ لا، انا قصدي ان انت مثلا هتحطي مثلا غطا صغير من المسحوق، فهيغسل لك كل كميه المواعين دي. المسحوق حتى السائل اللي احنا بنغسله بيه الاطباق اللي هو من غير غسالة اطباق، عايزه اقول لكم والله بقى غالي. يعني بقى نفس سعر غسالة الاطباق تقريبا. الازازة الكبيرة دي تقريبا بقت ب90 او بحاجة كده يعني. بصوا انا قبليها بمرة كنت جايبة اللي هو الستة في واحد اللي نزل جديد دي، قبل ما اجيب المرة دي كنت جايباه من فتح الله ب99 او بحاجة وتسعين، يعني ب97 حاجة كده. تمام، بس هو بصراحة مركز وحلو جدا. فالمرة دي كنت جايبة من كازيون، فجبت اللي هي الفيبا العادي اللي هو مش مركز. الازازة الكبيرة دي، بصوا انا في العادي بجيبها ب90 برضو او بحاجة و90 حاجة كده يعني، لانها سعرها غالي. بس بقالي كتير اوي ما جبتهاش غير المرة دي. بس لما جبتها من كازيون استغربت بصراحة، لان سعرها اللي كانت ال3 كيلو عاملة 60 جنيه. فهو قال لي يعني عليها عرض، مش عارفة فعلا عليها عرض ولا هم بيبيعوا بالسعر القديم ولا ايه، مش عارفة. بس هي كانت ارخص من اللي انا بجيبها دايما. آه فما جبتش المركزة لاني ما روحتش فتح الله وما لقيتش منها في كازيون. فجبت اللي هي العادية، الفيبا العادية دي البيضة اللي هي بريحة الليمون.
يعني عايزة اوصل لكم ان فعلا حتى المسحوق العادي بقى غالي، مش رخيص، اللي هو ان انتي مثلا بتقولي لا مثلا ان انا هغسل على ايدي عشان المسحوق اوفر وكده، لا هو كله بقى في الضياع. الحمد لله على كل حال. طبعا انا مش بقول لكم كده عشان حاجه يعني، بس بعيشكم الواقع، ما تزعلوش يعني. بصوا هنا هنحط بقى، انا مش بحط طبعا مسحوق كتير على فكره، الغساله يا جماعه ما بتحطلهاش مسحوق كتير، عشان لو تحط لها مسحوق كتير بتبوظ المواعين او بتخلي المواعين تحسيها مجيره كده، فالاحسن ان انتي ما تحطيش مسحوق كتير. شغل بقى الغساله على البرنامج اللي انتي بقى بتفضليه وكده، وننضف في الحوض. كان في كام حاجه كده برضو في الحوض انا غسلتها، بس قلت ما اطولش عليكم اكتر من كده في المواعيش، عشان احنا عارفين ان احنا يعني ايه ملناش خلق ليها يعني، وهي ما شاء الله عامله معانا الواجب وزياده، اللي هو يا دوبك تتضيري كده تروحي تعملي حاجه بره ترجعي تلاقي الحوض مليان. في ايه، في حد في المطبخ غيرنا ولا ايه؟ مش عارفه. هنغسل بقى الحوض بتاعنا غسله كويسه كده. نضف يا ست الكل. بصوا بقى، كان في حاجه انا نسيت اقولها امبارح في الفيديو بتاع القرص. تمام. الفيديو بتاع القرص يا جماعه، انتوا امبارح كذا حد قال ان هو ايه بيسيب القرص تخمر بعد ما بنبططها. فعلا انتي بتسيبيها تخمر، بس انا اصلا كنت حطاها جنب، يعني الفرن كان شغال، كنت مهدياه خالص وكنت مولعاه يسخن. فاول ما خلصت اول ما خلصت تبطيط، كان فات مثلا على اول واحده عملتها 10 دقايق ربع ساعه، فببدا من اللي انا عملته في الاول، وكمان كان المكان دافي عشان الفرن شغال، فخمرت معايا بسرعه في تاني مره بعد التبطيط. فعلشان كده اشتغلت فيها على طول، ونسيت ان انا اقول لكم المعلومه دي في الفيديو. بس يا رب يكون ايه اللي عايز يعملها يكون وسمع الفيديو يسمعني النهارده، عشان بس ايه ما يبقاش حرام عليا. بصوا بقى، انا هنا بعد ما خلصت اصلا المطبخ، فطرنا وكده وخلصت، وبعدين نزلت كان عندي مشوار، او اللي هو مش مشوار، في نفس المكان اللي انا ساكنه فيه، عشان كنت بخلص ورق الاستماره بتاع شهد. أه ربنا بس يا رب ان شاء الله عقبال النجاح كده. استمارة تالتة اعدادي اكيد كلنا عارفينها يعني. فكنت بخلص لها ورق الاستمارة ونزلت اجيب الملف بتاعها والحاجات اللي هم بيودوها المدرسة وكده. فرجعت يا دوبك بقى على ما خلصت، وانتوا عارفين رحت دفعت المصاريف والكلام ده كله. كان يعني عايزه اقول لكم اليوم خلاص بالنسبه لي خلص، وعايزه ارجع بسرعه بسرعه اعمل لهم اي غدا سريع. فجبت كان عندي كبده وكلاوي وسجق كده في الفريزر، فطلعتهم قبل ما اطلع لحد ما فكوا يعني. المهم، رحت بقى خلصت المشوار وجيت، والله زي ما انا بالاسدال كده، عشان المدرسه اصلا في نفس المكان اللي انا ساكنه فيه في الشارع يعني تبقى. المهم نزلت خلصت الورق وطلعت، قلت اعمل بسرعه غدا او سندوتشات، عشان الولاد بقى اللي عنده دروس وكده عايز ينزل. فقررت ان انا اعمل التشكيله اللي انتوا شايفينها دي، وحاجه كده على السريع، اللي هو مش هتاخد معانا بالظبط 10 دقايق او ربع ساعة كده تكوني مخلصة كل الحاجات الحلوة دي. عملت ايه؟ قطعت بطاطس وهقليها كده، وعملت برضو معلقتين زيت في طاسة كده او جريل او صينية، اي حاجة عندك يعني، مش هنختلف، مش هنمسك في بعض عشان خاطر الطاسة ولا الجريل. فحطيت اول حاجة، نزلت بالسجق اللي انا مقطعاه على 2 كده، يعني زي ما انتي حابة، عايزة تصغريه عن كده مفيش مشكلة. اديته تشويحة بس كده من غير اي حاجة. بصوا انا كنت عامله دقه كده في البوله اللي انتوا هتشوفوها دي. طيب الدقه دي عباره عن توم وشطه حمراء، وكمان عليها كمون وكزبره وملح وليمون وخل. ليمون وخل وتوم وكزبره وكمون وملح وبس، وشطه حمراء. تمام. والثوم طبعا ده اساسي. فهعمل ايه؟ هاخد كل حاجه هنشوحها كده ونحط عليها معلقه من التتبيله، وزي ما شفتوا كده، بس انا الكلام خدني، حطيت معلقه من التتبيله على الكلاوي قبل ما تستوي، ومعلقه على الكبده برضو قبل ما تستوي، وقلبتهم كده يتبلوا شويه مع التتبيله دي. عايزه اقول لكم ريحه يعني ريحه الاكل طالعه تحفه بجد، ريحتها جميله جدا. اول ما بتحطيها كده وبتنزل في الزيت، وبالذات وهو سخن، ياه مش عايزه اقول لكم الريحه بتبقى عامله ازاي. فنزلت بالسجق الاول، وبعد كده نزلت بالكلاوي، وهقلب برضو، بس مش هنزل بيها يعني، هركن السجق كده على جنب وانزل بالكلاوي اقلبها تقلبتين لحد ما تتشوح. تمام. ونزلت بكل واحدة معلقة برضو من التتبيلة، يعني بعد ما تتشوح كده بحط عليها معلقة من التتبيلة زي ما شفتوا، وبنقلب. كل الموضوع ما بياخدش يعني
مفيش 10 دقايق، يعني ال10 دقايق دول كتير. انا هخلص الطاسه دي كلها قبل ما البطاطس تتحمر. بصوا تشويحتين كده للكلاوي. انا حطيت السجق الاول لانه بياخد سوا اكتر من الكلاوي، اكتر من الكبده، فحطيته في الاول. بعد كده الكلاوي بتاخد اكتر من الكبده. الكبده ما بتاخدش حاجه عشان ما تشدش معاكي، لازم يا دوبك تشوحيها كده على النار، ما تكملش 3 4 دقايق، 5 دقايق بالكتير تكوني مطفيه عليها. تمام. بصوا نزلت بقى بالكبده، وطبعا عليها اصلا تتبيله زي ما قلت لكم، حطيت عليها في الاول معلقه من التتبيله اللي احنا عملناها. هقول التتبيله تاني: شطه حمراء وتوم وخل وليمون وكزبره وكمون وملح. حطيت بقى باقي التتبيله، وعايزه اقول لكم بقى اشم الريحه هنا. طب ليه كل ما بحط حاجه بحط تتبيله؟ علشان من الاول خلاص بتبقى طعمها يعني ممكن يكون خف شويه، فساعه ما تنزلي بيها وهي فريش كده على الحاجه اللي بتتشوح بتدي طعم احلى وريحه احلى. قلبت بقى كله كده وخلاص. الكبده يا دوبك اتشوحت. هنزل بقى بالفلفل الاخضر، لو عندك فلفل احمر حطي، تمام مفيش مشكله. نقلب بقى الجمال ده كله كده. بصوا، ولا نزلت ميه ولا اي حاجه طبعا، عشان انا معليه النار، مش عايزه النار هاديه عليها عشان ما تنزلش ميه. بس تقلبتين 3 كده على النار وكانت جاهزه معانا. وخلاص هنا بقى ايه، غطيتها شويه بس على ما اطلع البطاطس. يعني شوفوا انت بطاطس، يعني البطاطس بتاخد وقت عنها. نطلع بقى البطاطس بتاعتنا. انا هحط للولاد بقى، وهم ايه اللي حابب يعمل سندوتشات، هم بيحبوها سندوتشات في العيش الفينو كده، بيحبوها سندوتشات، او في العيش اللي هو البلدي ابو رده ده. بيحبوها برضو ان هم يعملوها سندوتشات. مش حابين بقى يعملوها سندوتشات، هم حرين ياكلوا كده براحتهم. فانا هحط لهم في اطباق، واللي حابب ياكل كده ياكل، واللي حابب يعمل سندوتشات يعمل. بصوا عملت كمان طبق طحينه صغنن كده والبطاطس، وطلعت لهم مخلل. ويعني عايزه اقول لكم غدوه سهله وسريعه جدا جدا، بجد تحفه. يعني حاجه حرشه كده، اللي هو تغير طعم يعني ايه الحاجات بتاعت اللي كل يوم اكله. هم بيحبوا السندوتشات طبعا، احنا عارفين ولادنا دايما بيحبوا سندوتشات الكبده والسجق والحاجات اللي بياكلوها بره. عايزه اقول لك دي احلى واطعم وانضف من اللي هم بيجيبوها من الشارع مليون مره. انا ولادي مش بيجيبوها اصلا من الشارع، بس انا بقول لكم للي بيجيبها. آه بصوا كده، يعني ايه حاجة على السريع كده، مفيش اسهل من كده. قطعت كمان الخس الكابوتشي كده، وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص النهاردة. يا رب